بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة إن شاء الله فيديو جديد ووصفة جديدة هنعملها مع بعض، وصفة من وصفات زمان أهالينا كانوا بيعملوها لنا زمان كده مع كوباية شاي بلبن على الصبح ونفطر بيها. تعالوا كده نرجع كده أيام الزمن الجميل ونعمل أحلى صينية كيكة مع بعض. صينية كيكة كده سهلة وبسيطة ومكوناتها موجودة في كل بيت، والنهارده هنعملها كده بطريقة جميلة جدًا. تعالوا كده نشوف المقادير والمكونات اللي معانا. معايا 3 كوبايات دقيق أو كوبايتين ونُص اللي عندِك، أنا اللي كان عندي بالضبط يعني عشان أكون صادقة معاكم، كان معايا كوبايتين ونُص من الدقيق. أنا باعملها دايمًا ب3 كوبايات دقيق، بس أنا الدقيق اللي كان عندي كانوا فاضلين عندي في الكيس كوبايتين ونُص، أنا معايراهم بالكوباية بالمَج المعياري. تمام، حطيت عليهم كيس كيك شيف وحاطاهم كده في المنخل، بانخلهم زي ما أنتم شايفين. أهم حاجة في خطوة الكيكة إن إحنا ننخل الدقيق بتاعنا كويس جدًا مرة و2 و3 علشان تحصلي على كيكة تكون هشة معاكِ ومش مكتومة. نخلت الدقيق بتاعي وكده ركنته على جنب، ونيجي بقى كده إيه لباقي المكونات اللي إحنا هنستخدمها في الخلاط. عندِك مضرب كهربائي أوكي، عندِك مضرب يدوي أوكي، ما عندكيش تستخدمي في الخلاط تعملي كده زي ما قُلت لِك بالمضرب اليدوي بإيديكِ أو في مضرب البيت. حطيت 3 بيضات وهاحط على كل بيضاية كيس فانيليا. كيس فانيليا طبعًا بيبقى فيه حبة صغيرين، فباحط كده باستخدم فانيليا عشان مش باحب ريحة الزفارة بتاعة البيض، ما باحبهاش أصلًا. ففي ناس ممكن تحط لِك على ال3 بيضات دول كيس واحد، أنا لأ، أنا باحط على كل بيضاية كيس. تمام كده، يبقى حطيت 3 أكياس فانيليا على 3 بيضات وكوباية من السكر. عايزة تزودي السكر دي حاجة حرية شخصية بتاعتِك أنتِ، بس هي المكونات اللي أنا استخدمتها كوباية واحدة من السكر، مَج واحد. المَج اللي أنا حطيته من السكر دوّة واخدة منه 2 ونُص من الدقيق، طبعًا زي ما شُفتوني حطيت عليه كيس كيك شيف أو بيكنج باودر وتنخليه. وهنا معايا اللون الأصفر دوّة لازم يكون أبيض كده معايا ومبيض. تمام، هافضل أخفق البيض مع السكر والفانيليا لحد ما السكر يدوب تمامًا، واللون بتاعه يتغير من أصفر لأبيض زي ما أنتم شايفين كده. اللون بتاعه بُصّوا بدأ يفتح إزاي. أهم حاجة اللون بتاع البيض دوّة يفتحها خالص، ومعايا كده كوباية إلا ربع من الزيت هانزل بيها. تقدري تستخدمي سمنة، تقدري تستخدمي زبدة، تقدري تستخدمي زيت، بس أنا باحب الزيت في الكيكة عشان بيكون حلو وخفيف يعني. حطيت كده زي ما شُفتوا كوباية إلا ربع، ومعايا هنا ماريندا. دي ماريندا يا جماعة، تقدري تستخدمي فانتا، أي حاجة برتقان. عندِك عصير برتقان فريش تعصري برتقان أوكي، وتاخدي البشر بتاع البرتقان بيبقى حلو جدًا. بس ما كانش عندي برتقان، استخدمت كوباية من عصير البرتقان أو اللي هو زي ما قُلت لكم الماريندا أو الفانتا. حطيت الزيت وحطيت الماريندا بتاعتي كوباية زي ما أنتم شايفين في الخلاط، مع المكونات اللي أنا كنت خافقاها اللي هو البيض والسكر والفانيليا، واخفق كده في الخلاط زي ما أنتم شايفين، وأجيب بقى الدقيق بتاعي كده زي ما هتشوفوا معايا. المادة الجافة كده معانا في بولة، ومعانا المادة السايلة أهو اللي هو زي ما أنتم شُفتوها معايا إحنا عملنا إيه. لو لسه لأول مرة بتشوفوني أتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الكل عشان يوصلكوا كل جديد، وتدعموني كده بلايك منكم حلو. زي ما أنتم شايفين كده هانزل بقى إيه بالخليط السائل اللي إحنا ضربناه في الخلاط مع بعض زي ما أنتم شايفينه كده على الدقيق، وابتدي كده من تحت لفوق من تحت لفوق في اتجاه واحد. أهم حاجة وأهم خطوة إن أنتِ تخفقي الحاجة بتاعتِك في اتجاه واحد علشان ما تخرجيش الهوا من الكيكة، والكيكة بتاعتِك يعني تطلع هابطة منِك وتكون هبطانة. لازم أهم حاجة نكون بنخفق المكونات كلها في اتجاه واحد زي ما أنتم شايفين كده. أنا كده استخدمت زي ما أنتم شايفين أهو المضرب اليدوي في إيديّا. لو عندِك زي ما قُلت لِك مضرب بيض هيسهّل عليكِ كل حاجة، طبعًا بتضربيها بمضرب البيض. أنا ما باحبش أحط الدقيق مع المواد السايلة في الخلاط ليه، علشان الخلاط بتاعي ما يبوظش، لإن الخلاط ده بتاع ماما الله يرحمها. دعوة حلوة بقى لماما كده الله يرحمها. ربنا يا رب يرحم أمواتنا وأموات المسلمين جميعًا يا رب العالمين. الكيكة سهلة جدًا وبسيطة، بُصّوا لونها كمان عامل إزاي، وهتطلع معانا كمان فاتحة لمّا تخش كده الفرن وتستوى. بُصّوا القوام بتاعها مش تقيل أوي ومش خفيف أوي، هو ده القوام بتاع الكيكة اللي أنا عايزاه. بجد قوامها يجنن وطعمها طلع حكاية، كأنِك بتاكلي كيكة بالبرتقان. زي ما قُلت لِك أنا استخدمت اللي هي الكاكولا المياه الغازية يعني، الماريندا أو الفانتا، أي نوع عندِك فيهم.
عايزة تستخدمي عصير برتقان فريش برضه براحتك. جِبت بقى صينية عشان أخبز فيها الكيكة بتاعتي بايركس بقى أي نوع صينية عندِك، تجيبي كده معلقة سمنة وتمسحي الصينية بتاعتِك بالسمنة كويس جدًا، دي حتة سمنة فلاحي كده زي ما أنتم شايفين. مسكت كده الفرشة بتاعتي وبادهنها من الحروف كده ومن الأجناب زي ما أنتم شايفين، دهنت الصينية كلها، وبعد كده هانزل بالخليط بتاع الكيكة بتاعتي وهادخّلها بقى على الرف الوسطاني لمدة 30 دقيقة، طبعًا تختبريها بخلة شيش طاووق أو بسكينة، طلعت معاكِ نضيفة تعرفي إن الكيكة بتاعتِك استوت وبقت جميلة وحلوة. جِبت بقى معلقة وسباتيولا علشان أنزّل الخليط كلّه في قلب الصينية زي ما أنتم شايفين معايا. شايفين بقى جمالها وحلاوتها، بجد تحفة، ريحتها جميلة وطعمها مش قادرة أقول لكم كان حلو إزاي. طبعًا الكيكة دي كان أهالينا زمان بيعملوها لنا أو جدودنا يعني الله يرحمهم بقى. تمام، كانوا بيعملوا لنا الكيكة دي لمّا أكون مثلًا معزومة عند جدتي والّا حاجة وقاعدين بالليل في السهرة، كانت ماما تخش تعملها كده ونعمل جنبيها شاي بلبن ونتعشى بيها، أو يعملوها الصبح ونفطر بيها جنب برضه كوباية شاي حلوة جدًا. اعمليها لولادِك كده وفرّحي أولادِك بيها. تعالوا بقى ندخّلها دلوقتي مع بعض الفرن، باقول لكم اعملوا لايك بقى. تعالوا بقى كده زي ما أنتم شايفين على الرف الأوسط أهو، طبعًا أنا مسخّنة الفرن قبليها، بس ما يكونش الفرن سخن حامي أوي. لأ، تسخّنيه الفرن كده وأنتِ شغّالة بتعملي الكيكة لمدة 5 دقايق أو 8 دقايق عشان الفرن بتاعِك ما يبقاش سخن مولّع. تطلّعيها بقى من الفرن تختبريها كده زي ما هتشوفي معايا بالسكينة، لقيتيها السكينة طلعت معاكِ نضيفة، تدخّليها الفرن تاني، تسيبي الباب بتاع الفرن كده موارب تمام، لمدة كده 10 دقايق، ربع ساعة، وبعد كده تطلّعيها برّه. أنا هنا بقى جِبت صينية وباقلبها علشان أطلّعها على صينية تانية وأقطّعها. بُصّوا بقى الصينية بتاعتي ما شاء الله، بُصّوا نضيفة إزاي مش لازقة فيها ولا أي حاجة. في غلطة أنا عملتها، إيه هي الغلطة يا دعاء؟ هاقول لكم عليها مش هاتكبّر عليكم وهاقول لكم الغلطة اللي أنا عملتها في الفيديو. الكيكة بتاعتي كانت لسه دافية لمّا قلبتها في الصينية، فلمّا جيت أعدلها عشان ده كده القعر بتاعها زي ما أنتم شايفين لونه عامل إزاي، لمّا جيت أقلبها لقيت الوش بتاعها عشان دافي لزق بقى في الصينية من تحت، فاضطريت إن أنا أقطّعها على كده. طبعًا قطّعتها معاكم زي ما أنتم شايفين وباورّيها لكم قد إيه هي هشة ومش مكتومة ومفرّغة وحلوة جدًا، بس الغلطة بتاعتي إن هي كانت دافية، المفروض كانت تبرد تمامًا علشان أطلّعها على صينية تانية وابتدي أقطّعها علشان الوش بتاعها ما يلزقش كده في قعر الصينية. كده بنكون وصلنا لنهاية الفيديو، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. مع السلامة، أشوفكم في فيديو جديد، باي باي.